ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفسيخ. عندنا هنا كيلو وربع سمك بوري، 7 سمكات. تمام، يعني السمكية وسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة، بس اهي. اول حاجة هنشفها كويس جدا. انا سبت السمك كده بعد ما شطفته كويس، سبته يتصفى 7 ساعات. تمام. بعد كده اهو بصوا، هتسيبوه يتصفى كده في المصفى بالطريقه دي، يبقى راسه لتحت. بعد كده نشفته كويس بالمناديل، او لو مثلا نشف خالص تمام مفيش مشكله. لكن انا بنشفه برضو من عند الخياطين كده بالمناديل زياده تاكيد، يعني عشان ما يكونش فيه اي ميه خالص. تمام. هتعملي له مساج كده اهوت قبل ما نعمل عليه الملح وكده، قبل ما نحشيه هتعملي له مساج كله. تمام، انا عملت له خلاص كله مساج. هتجيبي بقى طبق تحطي فيه دول كيس الا ربع ملح، ولو ملح خشن يبقى افضل، بس انا بعمله بملح ناعم يعني عادي. وعندنا هنا نص معلقه كركم، او معلقه كركم صغننه. تمام. ونص معلقه شطه. دول بيسرعوا على الفسيخ، بيسرعوا يعني عملية التمليح وكده، وبيخلوا الفسيخ برضو يبقى جميل. الثلاث مكونات دول لازم هم دول اصل الفسيخ. دلوقتي هنجيب زيت وهنطري هنحطهم، هنقلبهم كده على بعض. تمام. وهنحط عليهم شوية زيت، اللي هو ايه، يطريهم كده. بصوا، عشان ايه يبقوا تمام. هنقلبهم بقى مع بعض وهنحط عليهم شوية زيت كده. تمام، عشان زي ايه، يلزقوا كده في السمكة، ما يقعوش من السمكة، يعني يبقوا ماسكين نفسهم شوية. دلوقتي بقى خلاص عملنا الخلطة اللي هنحشي بيها الفسيخ. هتفتحي الفسيخة كده. تمام، تفتحيها كده وهتحشيها كده بالخلطة. تمام، شايفين؟ هنحشيها كده بالملح والكركم والشطة والزيت. بعد ما قلبناهم مع بعض هنحشي كده السمكة، وهنغلفها كمان كده. هنكونوا بقى مجهزين علبة نظيفة ونحط فيها اكياس، نحط في العلبة اكياس عشان هنحط اللي فيها الفسيخ اللي احنا هنعمله. اهم حاجة تملي الخياشيم بالمنظر ده كده، تبقى كلها مليانة بالخلطة. تمام. بصوا اهو، حطينا العلبة وفيها الاكياس. هنرش بقى في القعر شوية من الخلطة. تمام. نجيب بقى اول سمكية اهو، بعد ما غلفناها بالخلطة وحشيناها بيها وهنحطها. وهنبدأ بقى نعمل كده مع السمك كله. هنمسك سمكية سمكية وهنحشيها كويس جدا. اهم حاجة خطوة الحشو دي علشان خاطر الفسيخة تبقى مملحة كويس معاكي، وما تبص بقى ولا تلاقيها منفوخة ولا اي حاجة. اهم حاجة برضو ان هي تكون ناشفة. ماشي. عشان تضمني ان الفسيخ يطلع معاكي زي العسل.
طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، فالفسيخ بيقعد من 10 ايام ل15 يوم، حسب انتوا مثلا بتحبوا الحدق بتاعه قد ايه. بس الناس اللي بتحبه هادي ولطيف يبقى 10 ايام طلعيه كده، وتطلعي واحده وتشوفيها تمام، لقيتيها كويسه يبقى خلاص. لو مش هتاكليها في يوميها يبقى ايه لو انت مش هتاكليها في يوميها هتجيبي علبة وهتحطي فيها زيت، وهتقومي حاطه فيها الايه، هتحطي الفسيخ يعني هتفتحيه وهتحطي عليه زيت، وبعد كده هتحطيه في التلاجة وتطلعيه بقى وقت ما انت عايزه. بس لو مثلا هتطولي عليه مثلا اكتر من يومين مش هتاكليه او كده، حطيه بقى في الفريزر احسن. ولما بتطلعيه من الفريزر بيبقى زي العسل، بيبقى تحفه، كانك لسه عاملاه عادي خالص. ماشي، يبقى لو هتاكليه في ساعتها تمام، طلعيه تاكليه في ساعتها في يوميها لو انت استوى معاكي في الوقت اللي انت عايزه تاكليه فيه. انما لو مش هتاكليه في ساعتها يبقى هتقعدي مثلا فتره طويله تحطيه في الفريزر. لو مثلا يومين 3 4 يبقى في التلاجة، بس هتفتحيه تمام. وممكن لو عايزه تخليه وتحطيه في زيت برضو، في علبه في زيت عادي في التلاجة مفيش مشكله تمام. بصوا كميه الملح اللي انا عملتها لكم طلعوا على قد الفسيخ بالظبط، زي ما قلت لكم كده بالظبط اهو. بصوا ما شاء الله. ان شاء الله لما افتح عليه هوريكم فيديو تاني لما نفتح عليه ان شاء الله هيبقى عامل ازاي. يعني ان شاء الله نفتحه مع بعض. بصوا اهي الكميه خلصت، مفيش غير شايفين شويه فسافيس اهو. المعلقه الفاضيه دي هنحطها على وش الفسيخ من بره. طبعا عرفنا فايده رشه الزيت اللي احنا رشيناها. بصوا ما شاء الله، رشه الزيت علشان خاطر الملح ما يقعش من الخياشيم، يبقى لازق. وبرده الزيت بيحافظ على بصوا خلاص ما شاء الله. هنقفل بقى الكياس كويس وهنقفل العلبة، وكل يومين 3 كده، يعني مثلا كل 3 ايام هنقلب السمك من ناحية، وهنحاول ان احنا نشقلبه بحيث ان هو يستوي من جميع النواحي، ما تلاقيش فيه حتة مثلا مستوية وحتة لا. يعني كل 3 ايام ان شاء الله هتقلبيه هتعكسيه، ولما ينزل مية ده هيطمنك. الفسيخ لما يبقى تمام هتلاقيه منزل مية بعد مثلا 4-5 ايام كده هتلاقيه بدأ ينزل مية تمام. زي ما قلت لكم هنقفل عليه ونحطه في مكان يعني هادي كده ضلمة 10 ايام. ولو انتي عايزاه بقى فسيخ بقى زي بتاع بره، الفسيخ المنتن خالص ده ممكن تقعديه بقى 15 يوم، او في ناس بيقعدوه 20 يوم، بس انا الصراحه بقعده 10 11 يوم 12 يوم بالكتير، عشان يبقى هادي طعمه هادي، ما بحبوش يبقى مالح جامد. خلاص يا حبايبي، لفيناه في الكياس جامد وفرغنا منه الهواء، حطيناه في العلبه، هنقفل بقى عليه تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم. دلوقتي بعد ما عدى 14 يوم، انا اتاخرت عليه كمان شويه يعني عشان كنت مشغوله الفتره اللي فاتت، فدلوقتي الفسيخ بقاله النهارده اليوم ال14. عايزه افتحه معاكم بقى ونشوفوا ايه الاخبار. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ريحه حلوه صراحه. يعني ريحه مش محتاجه كلام. نفتح بقى البطاطس اللي احنا كنا عاملينها دي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا نفتحه بقى، نجيب المقص. طبعا الميه بقى قد كده. الميه بتاعته
الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله، شايفين زبده، شايفين الزبده؟ تحفه. ان شاء الله هخليه بقى واظبطه واوريكم الشكل النهائي بتاعه. هظبطه بقى وهخليه، ولو مش هناكله زي ما قلت لكم، لو مش هناكله على طول هحط عليه زيت وهغطيه في علبه او حاجه في الثلاجه، تمام؟ لحد ما نعوز ناكله، لحد نيجي وقت البسيط تكليفي يعني جاهز في الثلاجه، او لو هتطولي فتره يبقى تحطيه في الفريزر، تمام؟ تحطي برضه عليه زيت وتظبطيه. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل